كلنا عايزين وصفة بيتي سهلة وبسيطة وناجحة زي المحلات بالظبط، وكمان بدون اي خساير. يعني هتشوفي الطريقة دي كلها كده في الفيديو الجميل ده. وصفة بيتي معتمداها من سنين وبجد بتنجح معايا وطعمها يجنن احلى من المحلات بكتير. يلا بينا نشوف الطريقة، بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير عشان الكل يستفاد. نقول بسم الله. اول حاجة كده عندي 750 جرام من الزبدة كده بدرجة حرارة الغرفة. بيكون هنا كريمي وطري كده بالشكل ده. هضيف عليه 200 جرام من السكر البودرة، والسكر البودرة انا بطحنه في البيت عادي خالص مفهوش اي مشكلة وبيدي نفس النتيجة. وانا بضربه كده بقى في العجان هبتدي ان انا ادخل فيه بقى البيض. البيض عندي بيضتين كاملين وصفار بيضة. انا عارفه ان موضوع صفار البيض ده بيضايق ناس كتير، بس بجد بيدي نتيجه تحفه. مش فارقه، يعني افصلي البياض على جنب ونعمله كده مع بيضتين في السحور وهيمشي الدنيا. بس النتيجه بتاعت البيتفور بتطلع هايله. نبتدي بقى ننزل بالدقيق بتاعنا، كيلو دقيق بالظبط هشيل منه 3 معالق، والتلات معالق دول هشيلهم لسبب معين، ان انا هستخدم القمع. لو هستخدم مكنة البيتي يبقى اسيب ال3 معالق زي ما هما واعجن على طول، وهيطلع معايا العجينة بالشكل ده. جبت بقى الكيس الحلواني والقمع بتاعي، طبعا نزلته في الكيس وابتديت ان انا احط بقى اعبي الكمية كده المناسبة اللي اقدر اتحكم فيها. وجبت بقى القمع بتاعي شكله الحلو ده والصغير ده. طبعا كل واحد على حسب ما بيحب وعلى حسب المتوفر عنده اشتغلي. جبت بقى الصاج، وطبعا مولعة بقى الفرن عندي على درجة 180. لازم الفرن يبقى سخن قبل ما ادخل اي حاجة فيه. وابتديت ان انا ارص كده البيتي بالشكل ده، وما كبرش الحجم عن كده علشان خاطر يعني بيزيد شوية في الفرن. هو مش بيفرش، هو بيزيد شوية. فخلصنا بقى الكمية كلها بنفس الطريقة بالشكل ده. وهبتدي ان انا اعمل معاكم الشوكولاتة كده لوحدها، عشان اللي حابب يعمل الكمية صغيرة. دخلته الفرن وطلع بالسوى المظبوط بالشكل الجميل ده. شايفين الجمال؟ السوى مظبوط جدا وطالع خرافة. هنزوقه بقى مع بعض، بس هنركنه على جنب الابيض وندخل بقى على مقدار الشوكولاتة. مقدار الشوكولاتة عندي 375 جرام من الزبدة. يا ريت نمشي بالجرامات، ولو في ميزان كده نظبط الدنيا في البيت ويبقى هيطلع لك بجد النتيجة حلوة قوي. 375 جرام من الزبدة، ضفت عليهم 100 جرام من السكر البودرة بالشكل ده. ده اللي حابب يعمل كمية برضو صغيرة هيديكي نفس النتيجة. نضربها كويس كده في العجان، وبعد كده هبتدي ان انا اضيف البيض بتاعي. البيض هنبتدي احط بيضة وصفار بيضة بالشكل ده. كده انا عدت عندي كام بياض بيضة. عندي 2 بياض بيضة، فعادي هنحتاجهم بقى ايه في السحور كده. اضيف عليهم كام بيضة كمان ونعمل ايه احلى اكلة في السحور، احلى شكشوكة. يعني بتظبط في اي حاجة. ضفت هنا دقيق 400 جرام من الدقيق، و50 جرام من الكاكاو بالشكل ده. هلفها بقى كويس جدا بالشكل الجميل ده لحد ما العجينة عندي تبقى بالقوام الحلو ده. كده العجينة مظبوطة. نبتدي بقى نشكلها. شايفين بتطلع يعني من القمع بطريقة سهلة جدا. هخلص برضو الصاج بتاعي واشتغل بقى في كل الصجان بنفس الطريقة. بجد مش بياخد اي وقت، طول ما العجينة معاكي لينة وسهلة مش هتاخد معاكي وقت. دخلته بقى الفرن، وهي برضو ربع ساعة كده وهيطلع معاكي مظبوط. عملت برضو الصجان كلها بنفس الطريقة. نيجي هنا بقى لمرحلة التزيين. هستخدم مربى، اي نوع مربى عندك متوفر. هنقلب بقى البوتيفور كده بالشكل ده ونرصه كده جنب بعض عشان يبقى سهل جدا ان احنا نلمه مع بعض وما يبقاش تقيل عليكي. هنا حطي بقى شوكولاتة على ابيض. الابيض مع الابيض، الشوكولاتة مع الشوكولاتة، مش فارقة. زي ما تحبي والشكل اللي يعجبك اعمليه. هنخلص برضو الكمية دي كلها كده بنفس الطريقة، وهقفل كل البوتيفور بالشكل ده. ونيجي بقى لمرحلة الصوصات بقى الحلوة والتزيين والمرحلة بقى للأولاد كلنا بيحبوها وبيحبوا ان هم يساعدونا فيها. هنا عندي شوكولاتة دارك. سيحتها في الميكرويف او سيحيها في حمام مائي عادي.
وهنا زبدة اللوتس وحطيت برضو شوكولاتة بيضة والبيستاشيو ده اساسي معانا السنة دي. وشوية مكسرات. يعني ايه المتوفر بقى عندك؟ عايزة تستخدمي شوكولاتة دارك بس عايزة تستخدمي شوكولاتة بيضة، اللي يريحك والمتوفر واللي على قد امكانياتك اعمليه. زي انت هنا برضو بالمكسرات. وطبعا بقى الفارماسي والحاجات دي اي حاجة انت حباها اعمليها وللاولاد بيحبوها عندك اعمليه. انا حبيت السنة دي كده اغير واحط شوية بقى مكسرات وكله كده يبقى شوكولاتة بالشكل ده. يعني سهلة جدا. هتصفيها كده بالشوكة، تحطيها كده تغرقيها كده في الشوكولاتة وبعدين تشيليها كده بالشوكة. هتنزل كل اللي فيها وعلى ورقة زبدة اساسي، ورقة الزبدة. بعد بقى ما ترتاح معاكي كده وتنشف على ورقة الزبدة بتبدأي ان انتي تعلبيها وتحطيها. مرحلة التزيين دي بصراحة بتبقى حلوة جدا والأولاد عندي برضو بيساعدوني وبيعملوا معايا وبيكونوا فرحانين جدا بالأشكال والألوان والحاجات الحلوة دي. البيستاشيو بقى طعمها يجنن بجد. يعني لو قادرين ان انتوا كمان تعملوها بالبيستاشيو بجد بتديكي طعم حلو قوي. هنا بقى شوكولاتة ممكن برضو ما تغرقهاش، ممكن يعني تقفلي كده من على الجنب وتحطي شوية مكسرات وخلاص على كده. يعني مش لازم ان انت تغرقيها شوكولاتة خالص بالشكل ده. انا بوديكوا بس شوية افكار وهتطلع معاكم النتيجة تحفة بالشكل الجميل ده. طبعا بقى الكمية الصغيرة دي يعني دي بالنسبة لهم بتتباع بره بالكيلو. يعني كيلو واحد من الاشكال اللي احنا عملناها ده هتعملي قدها اضعاف اضعاف. فاعمليها كده في البيت وفرحي الاولاد عندك وبجد هينبسطوا قوي وهيساعدوكي وهيعملوا معاكي الاشكال الحلوة دي. طعمها بجد في حتة تانية وطعمها خطير. يلا كل سنة وانتم طيبين، جربوها على طريقتي الحلوة دي وان شاء الله هتنجح معاكم من اول مرة وهتطلع معاكم بالجمال ده كله. يلا جربوها، متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وشير كتير. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير. باي باي.